سلام بخير. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد، وكنتمنى تكون بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو هذا غنقارن فيه عاوتاني ما بين المغرب والجزائر في الخضره والخبز، وكنتمنى ما تقلقوش. راه المقارنه ماشي شي حاجه. شحال ديال الناس في الفيديو اللي فات قالوا لي لا دخل المغرب غيديروا كذا كذا كذا، غيتقاتلوا معاك على ذاك الفيديو اللي درت على البوليس. انا ما غنخاف من حتى واحد، كنخاف من الله سبحانه وتعالى. هو اللي حاكم الدنيا وما فيها. آه، أول حاجة غنهضروا على الخضرة والخبز. غنقربوا لكم الأثمنة ديال الخبز والخضرة في الجزائر والمغرب. المهم اللي عجبو الفيديو يخلي لنا لايك، اللي ما عجبوش يخلي لنا ديسلايك ولا كومونتير، المهم على حسب، ما عندناش مشكل. الخضرة، نهضروا على الخضرة هنا كدير 4000 4000 5000. بالنسبة للبطاطا، خيزو، قرعة، الفلفلة كدير 10000. المهم في المغرب البطاطا كدير 6 دراهم، بحال إلا قلتي الدوبل ديال الجزائر على 2 خطرات ونص. و بالنسبة للفلفلة بحال قلتي ضاربها على 3 الخطرات على الجزائر، غالية على 3 الخطرات على الجزائر. وبالنسبة لخيزو هو 2 خطرات مضوبل، لأن في الجزائر داكشي اللي كيدير مضوبل على، في المغرب مضوبل على 2 خطرات. المهم في المغرب غالية الخضرة، كانت واحد المدة توصلت عندنا البصلة 15 درهم، اللي هي قريبة ل40,000 ساعة جزائر، اللي هي 40,000 40,000. بالنسبة للخبز، الخبز هنا كاين الباكيت كيدير بحال قلتي دورة، بحال قلتي 1000 تدي 2 باكيطات صغار، وباكيطة كبيرة كدير ب1000. المغرب كيدير 24 ولا كيدير درهم واحد. يعني درهم واحد بحال قلتي غدي 4 صغار في الجزائر، 4 صغار غدي منهم وحدة كبيرة في المغرب. وبحال قلتي 2 خبزات هنا كيعطيو وحدة في المغرب. إذا في المغرب غالية المعيشة، شتي. هنا في الجزائر رخيص كلشي رخيص، في متناول الشعب، وفي متناول اللي ما عندهاش، وفي متناول الدراوش غتعيش هنا بيان. وهنا غنحط واحد القضية، كاينين دوك الناس شوابين كبار، تقاعد والفلوس حبة كاينة فرنسا وكذا، وكيتقدى من نفس البلاصة اللي كيتقدى منها الفقير. باش تلاحظ واحد القضية، بحال في المغرب اللي عنده لاباس ما غيجيش يتقدى من البلاصة اللي كيتقدى منها الفقراء. في السوبر مارشي يمشي للبلاصة اللي هي مزيانة. هذا ما كان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتهلاو في راسكم. بيس.